السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الصراحه توحشتكم بزاف بزاف وغبرت عليكم ورجعت معكم بالروتينات. اليوم غادي نشارك معكم روتين في نهار خريفي. اوائل الخريف. غادي نشارك معكم فطور صحي. غادي نشارك معكم ايضا، غادي نخمل الصالون ديالي وندير ليه ديكور ديال الخريف. نشارك معكم غديوات اليوم والروتين كامل. بقاو معايا، تبعوا الفيديو حتى الاخير، ما تنسونيش باللايكات الزويونين ديالكم وبالاشتراك بالنسبه للناس الجداد. المهم هنايا كنصايب الفطور ديالي، قليت شويه ديال البيض وغادي نديرو مع الخبز توست اللي صايبت. هذا الخبز ديال العدس الاحمر كنت صايبته. المهم راه داير ضجه في التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم انا جربته وجا زوين صراحه، غزال صحي وزوين. هنايا غادي نسخنته كيف ما كتشوفوا، غادي نوضع فوق منه البيض وغادي نقطع شويه ديال لافوكا كيف ما كتشوفوا، نحطوها فوق من البيض. ندير شويه ديال زيت الزيتون ونصايب واحد الفطور صحي. هنايا قطعت الخضر، مطيشه والخيار تما نحطهم هنايا. صافي وضعت شويه ديال زيت الزيتون فوق منه وشويه ديال حبات البركه. كيف ما كتشوفوا كيعجبني صراحه نفطر بهذا الفطور هذا. المهم هنايا غادي نفطر وما تديوش على الروينه ديال الصالون، باقي مرون. المهم كنت دايره معكم الديكور ديال النوار والبلون، ودابا غادي نبدل هذا الديكور هذا. صافي طلع لي في راسي، واصلا جا فصل الخريف اللي غادي نجبدو عاوتاني حويجات جداد ديال الخريف نحطوهم هنايا. شي مشتريات اخرين شريتهم. المهم الا ناقصه شي معلومه ولا شي حاجه، المهم راه غتلقاوها في الانستغرام بالنسبه للمشتريات اللي شريت ديال الخريف. بالنسبه ايضا الديكورات اللي كندير وداكشي راه كلشي كاين في انستغرام، نخليه لكم تحت الشاشه. دخلوا عندي كاملين ومرحبا بكم والف مرحبا. هنا حبيباتي غادي نبدا نجمع الروينه ديال الصالون، غنجمع الطابي، غادي نحيد هاد لي كوسان، غنحيد الفاز حتى هو. المهم الديكورات كاملين اللي في النوا غنحيدهم. المهم بلا ما نطول عليكم، هنا كيف ما كتشوفوا انا حيدت كلشي. وهاد الكنابي هذا راه كيتقسم لكاتخ بياس. صراحه انا قسمته غير 3 بياس بس باش هكا يسهل عليا انني نحركه كيف ما بغيت وننظف التحت ديالو. حيت الصراحه واحد 5 موا ولا 6 موا ما نقيتش لتحت ديال هذا الكنابي هذا. كندوز غير لاسبيراتور من التحت وما كنحيدوش كامل حيت تيجيني صعيب. دونك تنحيدو غير مره هكا ملي كنحس بالتحت توسخ بزاف. هنا راه ما موسخش يعني بزاف، كاينه شويه الغبره وهذوك الحاشيات حتى هما غادي نقيهم حيت حتى هما كيجمعوا الغبره. صافي هنايا غادي ندوز لاسبيراتور كيف ما كتشوفوا. وراه كاينه الغبره صراحه، واخا ماشي بزاف ولكن كاينه الغبره. المهم قلت هكا ننظف لتحت قبل ما ندير لا ديكوراسيون، ننظف مزيان باش هكا نكون مرتاحه نفسيا. المهم غادي نقي حتى هذوك الجناب ديال هنايا، هادو كيجمعوا الغبره بزاف، كتجمع الغبره هنايا بزاف. المهم جبت زليفه صغيره فيها الرغوه، غادي ندوز هكا. جبت معايا واحد الحلفه غندوزها، وجبت فوطه فازقه وفوطه ناشفه باش هكا نحيد الرغوه ونشف مزيان بالفوطه الناشفه. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نمسح حتى هاد السويرتات ديال الضو بالفوطه الناشفه وندوز هنايا. ندوز فوطه ناشفه باش نشف مزيان وصافي، وندوز على البلايص كاملين باش تحيد الغبره. المهم الحيوط راه ما كنقيسهمش كاع حيت مصبوغين بهاد الصباغه هادي. ما كيجيو ما اصلا ما كيتوسخوش، ما عندناش الدراري وداكشي ما كيتوسخوش. دونك كنحيد غير الغبره من هاد الحاشيات هادو وصافي، ومن الارض ومن هادوك السويرتات ديال الضو صافي. هنا غادي ندوز جفاف، ندوز بهاد الجفافه الخطيره ديالي كتعجبني صراحه، كتسهل عليا. يعني كنعمرها بالماء وبهذا ساني كروه صافي وكنجفف بها. كتحيد صراحه الغبره، كتجمع الزغب، كتجمع
الغبره كامله صراحه نفعتني زوينه بزاف. المهم غادي ندوز هاد البلاصه هادي نخليها تنشف باش نرجع ليها الكنابي. هنا كيف ما كتشوفوا بديت كنرجع الكنابي البلاصه ديالو باش نجفف البلايص اللي باقي ما قصتهمش. هنا كيف ما كتشوفوا راه كيسهل انني نحركو كيف ما بغيت باش نجفف البلايص اللي باقي ما قصتهمش. هنايا كنجفف هاد البلاصه هادي وغادي نحيد ايضا ريدوات هما ندوزهم نصبنهم. غادي نديكم معايا تشوفوا البيت ديال الصابون. غادي نشارك معكم كيفاش كنصبنو تما وداكشي. مازال ما شريتش صراحه لا ماشينه لافي في الدار دونك باقا كننزل نصبن لتحت. هنا صافي غادي نحيد الريدوات نديهم باش نصبنهم معايا. وغادي ننظف هذيك البلاصه حتى هي ديال السرجم ننظفها مزيان. صراحه الزاج مسحته في الصيف مسحته مزيان حليت السراجم ومسحت الزاج مزيان. دابا ما غاديش نمسح الزاج غادي نمسح غير هاد البلاصه هادي ديال السرجم مسحها مزيان من الغبره ونقاد هذاك الغرس في البلاصه ديالو صافي باش يكون هكا كلشي نقي. حتى هذيك ديال الشوفاج حتى هي غادي ندوز عليها شويه باش ما يبقاش فيها الغبره وصافي. صراحه الغبره كتنتشر واخا صراحه ما كنحلش الشراجم بزاف ولا ما عرفش منين كتدخل الغبره. كتحلي غير شويه باش تنفسي صافي كلشي كيعمر بالغبره. هنا كيف ما كتشوفوا دوزت على هذه حتى هي صافي. هنايا غادي نبدا نرجع الكنابي للبلاصه ديالو. هنايا كنركبوا كيف ما كتشوفوا راه عنده واحد السنينات كيدخلوا في بعضياتهم. هنايا هذا حتى هو جففت لتحت ديالو غادي نرجعوه لبلاصتو كيف ما كتشوفوا. هنايا رجعته للبلاصه ديالو. غادي نحط الطابي. غادي نجيب داك الطابي الكري اللي كانت عندي كنت دايرها قبل ما ندير هذيك النواغ صافي نرجع طويبله. قالوا لي البنات في لي كومونتير كنت وخديت الراي ديالكم قالوا لي بزاف حطي هاد لاطابل حطيها هكا في الطول ولكن ما كتجيش. انا غير حطيتها دابا جربتها ولكن راه ما كتجيش. هاد الغطاء هذا كنت شريته من روستا. راه شاركت معكم الفيديو في الانستغرام بنات اللي متبعيني في الانستا. غادي ندير هاد المخدات هادو اللي كانوا عندي ديال كنديرهم في الخريف. وهنايا هاد المخدات البيضين اللي كنت دايرهم مع النواغ. هنا هاد الغطاء هذا غادي نديرو هنايا. غادي نديرو غير بين ما صبنت هذوك الميطات اللي كنديرهم باش نغطي بهم هكا باش ما يتوسخش ليا الكنابي. المهم درت هذه هكا حتى نصبن هذوك ونعاود نرجعهم ونعاود نوريهم لكم. الميطات غير صغيورين كنغطي بهم باش ما يتوسخوش ليا الكنابي. هنايا حطيت هاد المخدات هادو. صراحه هاد اللون هذا كيعجبني بزاف الموطارد وكيجي صراحه زوين ولون خريفي كيجي كيناسب الكري. هنايا صافي غادي نبدا نقاد ديكوراسيون ديال لا طابل. حطيت هذاك الفاز اللي واخداه من ييسك راه شاركته معكم حتى هو. هنايا حطيت هاد السليله اللي كنحط فيها لي تيليكوموند صافي. وهاد الغطاء هذا غادي نحطوه هنايا نديكوري به. كنحتاجوه هكا في الليل نتغطاو به ونتفرجوا في التلفازه وداك الشيء. المهم راكم عارفين. هنايا صافي غادي ندوز الغبره نمسح الغبره ديال لا طابل هذه نحط عليها الديكورات ديالها اللي كانوا فيها. وغادي ندوز معكم نقاد معكم هاد البلاصه. هاد الشجيره هذه حطيتها هنايا وهذه كنحط فيها الحوايج ديال الصلاه والطابي ديال الصلاه حتى هي. راه كنت شاركتهم في الانستغرام كنطويهم ونحطهم هنايا صراحه باش تجمع ليا الروينه. مابقاش عندي روينه بزاف في الصالون. كتبقاو حاطين الروينه بزاف كتحسوا براسكم الدار مرونه وهي راه ما مرونه ما والو غير شي حويجات خصهم يشدوا بلاصتهم وصافي. كيف ما كتشوفوا هذه راه كتنفع هاد السليله هذه صراحه خديتها غير من سكند هاند. خديتها ب 50 كرون 50 كرون ونفعتني الصراحه. مره ندير فيها البصله والبطاطا في الكوزينه مره نديرها هنايا. المهم هنا دابا صافي هذه هي البلاصه الاخرى ديالها. هاد الطويبله هذه كنت شاركتها معكم خديتها من السكند هاند راه شاركتها في الانستغرام.
هذه كتباع في يسك. خديتها من السكند هاند غير ب80 كرون، كدير في يسك شي 200 ولا 150. المهم راه باقا جديده، خديتها واخا من سكند هاند. المهم صايبت فيها ديكورات، وهذا هو الديكور الاخير ديال الصالون. كيف ما كتشوفوا الالوان جاو زوينين، جاو متناسقين، الديكوراسيون جات صراحه زوينه. هكا نبدلوا شويه ونغيروا حتى النفسيه تغير. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا صافي ساليت التنظيف ديال الصالون، بقى ديتو مزيان. هنا غادي نجمع الحوايج باش نهبط نصبن لتحت، ونديكم معايا تشوفوا لتحت البيت ديال الصابون كيفاش داير، فين كنصبنو، فين كنشر الحوايج ديالي، حيت انا ما كنبغيش نشفهم. واخا كاينه نشافه تما، النشافه كتزيد تكمشهم كديفورميهم، دونك ما كنستعملهاش انا كاع. هنايا غادي نعمر اريال، نعمر شويه باش داكشي اللي يقدني، ما كنبغيش نهبط معايا الطاسه كامله ثقيله، كنعمر غير في هاد الطويصه الصغيره القياس اللي غيقدني. وغادي ندي معايا هاد السائل ديال المعطر ديال التفاح، زوين صراحه، كيعطي في الحوايج واحد الريحه زويونه. صافي هنايا غادي نهبط للشالاري. المهم كاينه البلاصه البيت ديال الصابون كاين في الشالاري، يعني في تحت الارض، في القبو كيف ما كنقولوا ليه بالعربيه. المهم سميتها تفيت ستوغا. فيها لي شامبر، فيها شامبر اللي كتصبنوا فيها الشامبر اللي كتنشروا فيه. المهم الشامبر اللي كنشروا فيه هو سميتو تور كروم. هذا كيتحل ساعه بعد. دونك هنايا غادي نحل لا شامبر اللي كيصبنوا فيه. المهم هنايا كنأكتيفي هاد سميتو هاد لاباري، هادي كندير ابنا باش تحل لي الباب. كيتحل الباب اللي غادي نصبن فيه. الاخر قلت لكم حتى بعد ساعه، يعني بحال انا دابا حاجزه الموعد مع الجوج حتى 3 عادي تحل لي ديك لا شامبر. المهم هنا كيف ما كتشوفوا كاينين دو ماشين كتستعملوهم. كاينه هذيك النشافه اللي وصلت قلت لكم زعما ما كنستعملهاش انايا كاع. صافي غادي نبدا دابا نعزل الحويجات. هنا هادي غنسدها، نعزل الحويجات البيضين نديرهم تما، واللوان غادي نديرهم في لا ماشين الثانيه. هنا من بعد ما عمرت لي دو ماشين هذه درت فيها البيضين. المهم غادي ندير هنايا مسحوق اولا اريال ديالي. المهم غادي ندير حتى شويه ديال هاد المعطر هذا، غير واحد الغليقه، انا عيني ميزاني ما كندير لا غلاقه لا والو. المهم انا غادي نخدم لا ماشين كيف ما كتشوفوا ستارت باش تخدم، وصافي هنايا كيف ما كتشوفوا غتبدا تخدم. صافي غادي نخدم الثانيه حتى هي، نخليهم دابا يتصبنوا، نطلع للدار نبدا في الغديوه ديالي. ومن بعد غادي نجي ناخذ الحوايج ونشرهم. كيف ما كتشوفوا بعد 41 مينوتر، يعني 41 دقيقه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت 41 دقيقه غادي نفتح لا شومبر ابنا. هنايا غادي تفتح لي هاد لا شومبر ديال تور كروم، هذه فين كينشروا. هنايا كاينين السلوكه فين كتنشروا. هنايا نشعل انا الضوء ونخدم هاد الفرفاره. كيف ما كتشوفوا كتخدم الفرفاره وكتبدا تعطيني واحد الهواء اللي كيكون سخون ولا دافي باش كينشفوا الحوايج. هنا كيف ما كتشوفوا لا ماشين حبسات. غادي ناخذ الحوايج باش نديهم لا شومبر الثانيه نشرهم، وندير دوك الحوايج اللي باقيين ما تصبنوش. هنا في واحد القاعده، فين ما كنحيد الحوايج كنبقى نفيريفي لا تكون لاصقه شي تقشيره مع الجناب ولا شي سليب مع شي مع شي جنب. ديما كنبقى ندير هاد الخطوه هذه باش كنقلب لا كاينه شي حاجه باقا لاصقه في لا ماشين. المهم هنايا غادي نبدا نشر الحويجات ديالي ونخليهم ينشفوا. من بعد غادي نرجع باش ناخذهم. وراه كينشفوا صراحه، كينشفوا كنخليهم ساعتين صافي. كنجي كنلقاهم ناشفين كنجمعهم. حتى الا كاينه شي حاجه ثقيله ولا هكا شي فوطه ما بغاش تنشف كنديها نطلعها الفوق للدار نعلقها في النشافه وكتنشف. المهم راه كينشفوا، يعني لا بلوبار ديال الحوايج كينشفوا هنايا. هاد لي زور خلاص هادو دغيا كينشفوا. المهم هنايا غادي نكمل النشير ديالي.
ونمشي معكم باش نوجدوا الغديوه ديال اليوم. قادوا لاطابل ديال الغداء وغادي نصايب اليوم الصراحه الحوت. اختاريت انني نصايب معكم حوته في الفران. هاد الحوته هادي غادي نديرها في الفران مع الخضيره. المهم واخا تشوفوها صغيره راه غتقدنا غير انا وراجلي غتقدنا. غندير معها واحد شويه ديال الكروفيت حتى هو. المهم كنحيد ليها هاد الجناب هادو نحيدهم نقطعهم بالمقص. هاد الطريقه هادي تعلمتها صراحه من ماما. تحياتي ليها من هذا الفيديو هذا. غادي نستعمل هذه حتى هي غادي نحيد بها القشور ديال الحوت. كتحيد الصراحه القشور كتحيدو مزيان كيف ما كتشوفوا كيتحيد داك القشور كامل اللي الفوق. صافي نقيتها مزيان. هنا غادي نحيد ليها البصارن ديالها اللي لداخل نقيهم حتى هما مزيان ونغسلها نضرب لها واحد الفركه. وعاد نصايب ليها العطريه ديالها نعطرها مزيان. نقي الكروفيت هو غادي نديرو غير ديكور هكا بالفوق. وصافي هنايا كيف ما كتشوفوا انا نقيتها مزيان. الكروفيت الطريقه ديال التنقيه ديالو راها يعني سهله ماشي صعيبه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو حيت ليه الراس حيت ليه الجناب وهذه هاد البلاصه الاخرى كتضغطوا عليها كتحيد. صافي نقيه حتى هو مزيان ونغسلو ونبدا ندير لاصوص ديال الحوته مع الخضيره. ونصايب معكم الطبيله تكون هكا زوينه. هنا صافي كيف ما كتشوفوا الحوته بعد ما غسلتها هي والكروفيت غادي ندير ليها هاد الرشمات هادو اولا الفتحات باش نعمرهم هكا بلاصوص بالعطريه. هنا العطريه غادي نبداها كنحتاج ليها حامضه نعصرها مزيان. صافي نخويها هنايا نضيف عليها الثوم. الحوت كيبغي الحامض وكيبغي الثوم. المهم هنا كيف ما كتشوفوا نحيد سميتو نحيد يعني نفصص الثوم. هذا المصطلح مشى لي نفصص. شويه ديال الملحه شويه ديال البابريكا اولا التحميره شويه ديال البوافغ ولا شنو سميتو البزار. بهارات السمك هادو عندي مخلطين شارياهم. زوينين الصراحه النسمه ديالهم غزاله في الحوت. وانا المعدنوس صافي نخلط العطريه كامله مع بعضياتها نعمر بها نعمر بها الحوته. هو ضروري انكم تخشيو هاد الثومه وهاد الشيء هاد العطريه في الجناب مزيان وهنايا في الوسط في المصارن باش كتجي هكا الحوته منسمه وصراحه كتجي بنينه. هنا حطيت الكروفيت تا هو ياخذ شويه ديال سميتو من لاصوص شويه د النسمه ديال لاصوص. هنا كيف ما كتشوفوا جبت هاد الخضيره هذه اللي غادي نقطعها باش نديرها مع الحوته. كيف ما كتشوفوا انا قطعتهم كاملين. مطيشه بصله فليفله وهذه الهريسه اللي صراحه كتعطي واحد لوغو زوين في الماكله. جبت هاد التبصيل هذا غادي ندير فيه شويه ديال الزيت ونبدا نرتب الخضره ديالي. انا مولفه صراحه كنسلق الخضيره بحال دابا البطاطا وخيزو كنسلقهم واحد نص سلقه باش ما كيجونيش هكا بحال قلتو قاصحين. ولكن هاد المره صافي غادي نديرهم هكاك بلا ما نسلقهم. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندخل الحامض في هاد الفتحات هادو باش كيعطي واحد النسمه زوينه في الحوت. غادي نستف الخضره اللي باقا عندي هنايا مطيشه. نحط البطاطا وخيزو الفلفله غنحطهم ياخذوا سميتو يعني ياخذوا لوغو من هذاك لاصوص هما والفلفله. صافي غادي نخلطهم مزيان باش ياخذوا العطريه يشربوا العطريه مزيان. وعاد غادي ندير لهم شويه ديال الهريسه باش تعطيهم واحد لوغو زوين. غادي نخلط الخضيره ديالي مزيان. المهم هاد المره كيف ما قلت لكم راه درتها بلا ما نسلقها نص سلقه. المهم غادي نجرب نشوف كيفاش غادي تجي. هنا غادي نرتبهم كاملين كيف ما كتشوفوا. هاد لاصوص هذه غادي نضيفها من الفوق. غادي يبقى لي هنا نحط هاد الفليفله هذه ندوز واحد شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. وصافي غادي نغطي طبسيل وندخلو الفران يكون سخون على درجه حراره 200. المهم نخليه كياخذ مني واحد ساعه الا ربع تقريبا.
هنا غادي نمشي نجهز معكم الطبلة فاش غادي ناكلو. المهم خديت هادو خديتهم من روستا. المهم صراحه اللون ديالهم زوين عجبني، وغادي ندير معاهم هاد المعلقات اللي تا هما خديتهم من روستا. غادي ندير واحد لا ديكوراسيون زوين بهاد طبيسلات اللي شريتهم. هادوك كنت باغا صراحه، كنت حامقه على هاد الديزاين هذا اللي فيه الذهبي من جنب. كنت كان عاجبني من شحال هادي. هذا دايره للضياف، ودابا غادي نزوق معكم الطبله به، نشوف كيفاش غادي يجي الديكور، حيت كنت مسنيه نشري المعلقات وشريتهم من روستا، وعاد غادي ندير هاد لا ديكوراسيون. شريت حتى هادوك ديال انا نوريهم لكم اللي كيداروا مع السيرفييت. خديت هاد لي سيرفييت كناخذهم من ليدل. هاد لي سيرفييت صراحه دايرين بحال توب، هما ماشي توب ولكن دايرين بحال التوب. المهم غادي نديرهم بهذا الشكل هذا، وغادي ندير ليهم هاد الدبيليج هذا، ولا المهم هذيك اللعيبه اللي كتشد السيرفييت. صراحه كتجي صراحه زوينه. خديتها من واحد المحل من المول، من الله ما عقلتش شنو السميه ديالو. المهم هذه هي لا ديكوراسيون اللي كنت حامقه عليها من شحال هذه. هاد السليلات اولا هاد القريعات هادو داير فيهم شميعات. صافي حطيت كلشي في البلاصه ديالو. هاد الباي هادو تا هما شريتهم في الذهبي، حطيتهم هنايا في هاد الكاس. غادي نحط الكيسان كيف ما كتشوفوا. صافي غادي تكون الحوته ديالنا وجدات. هنايا حطيت هاد الكوردون، صايبت شلاضه ديال الباربه. ها انا كيف ما كتشوفوا جبت الطاجين ديالي، جا صراحه كيشهي. هذاك الكروفيت قليته شويه مع الزبيده، ماشي قليته ولكن غير بحال صوطيته مع شويه ديال الزبده البلديه، وحطيته فوق الحوته هكا ديكور. هنا غادي نشعل شميعات باش هكا يعطينا واحد الجو رومانسي. وصافي كما كتشوفوا هذه هي لا ديكوراسيون. كيف ما كتشوفوا الطاجين جا صراحه يا سلام، جا كيشهي. البطاطا ما جاتش قاصحه كيف ما قلت راه غادي تجي قاصحه، ما جاتش قاصحه بالعكس جات زوينه، حيت غطيت الطبسيل مزيان وشغلت هذيك الفرفاره باش هكا طاب الطاجين مزيان، عطيته وقته. المهم كنكون وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى صراحه الفيديو ديالي يعجبكم وغادي يعجبكم. ما تنسونيش بالدعم ديالكم. المهم هاد لا ديكوراسيون اللي فوق الطبله راه دايرها في الانستغرام، هاد ديكوراسيون ديال الخريف. المهم هذا هو الصالون. من بعد ما جبت الريدوات وركبتهم، جبت هذوك الميطات وغطيت بهم الكنابي باش ما يتوسخش ليا. شعلت الليد، وهذاك الليد اللي دايراه في الكنابي راه مشاركه معكم في الانستغرام. دخلوا عندي يا بنات الانستغرام. مرحبا بكم والف مرحبا. ما بقى لي غير نقول لكم بسلامه عليكم. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم للقناه وعلى الصبر ديالكم واخا كنتعطل عليكم بالفيديوهات. شكرا لكم بزاف بزاف. مرحبا عليكم، باي باي عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.